Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer unité 1 dans la méthode bienvenue chez la famille فرج. أهلا بكم حبايب قلب طلاب الصف الأول الإعدادي المنهج التجريبي والخاص واللغات. النهاردة هنشرح unité 1 unité 1 الوحدة الأولى اسمها chez la famille فرج عند عائلة فرج. في الوحدة الأولى chez la famille فرج عند عائلة فرج هنتعلم أول حاجة les articles définis أدوات المعرفة، les membres de la famille أفراد العائلة، les professions المهن، à se présenter et présenter une personne نقدم أنفسنا ونقدم شخص آخر. هنتعلم dire l'heure التحدث عن الساعة. On va commencer avec le vocabulaire. الفوكابولار عندنا اللي هي الكلمات. هنلاقي اللي أول كلمات أول طابلو عندنا للكلمات النون ماسكولان كلمات المذكرة، والكلمات المذكرة بتبقى مسبوقة أحيانا بالأن زي un prénom, un bébé, un garçon, un fils, un enfant, un ami, monsieur, un élève, un membre. الطابلو التاني النون فيمينان الكلمات المؤنثة بيبقى مسبوقة بالأون، يبقى أن للمذكر أون للمؤنث زي une photo, une famille, une fille, une adresse, une heure, une lettre, une classe, une amie, une personne, une élève, une pharmacie, madame, une profession, un enfant. وهنلاحظ ان كلمة enfant بتمشي مذكر طفل وun enfant طفلة بس تغيير الأداة. التابلو نمرو 3 les membres de la famille أفراد العائلة، les grands-parents الأجداد، le grand-père الجد، la grand-mère الجدة، les parents الوالدين، le père، la mère، le frère، la sœur، l'oncle، la tante، le cousin، la cousine. نكمل عندنا التابلو نمرو 4 les professions المهن، un journaliste، une journaliste. فهنلاحظ هنا اللي كلمة جورناليست هي بنفس الكتابة بس اختلاف الان والان. un secrétaire، une secrétaire نفس النظام اختلاف بس الان والان. un pilote، une pilote برضو نفس النظام نفس الكتابة بس اختلاف الأداة. un photographe، une photographe. يبقى هنا المهن الأولانية أول 4 مهن هنا نفس الكلمة بس اختلاف الأن والأن، آن مذكر أما الأن للفيمينا للمؤنث. نخش بقى على مهن تانية زي un professeur، un professeur نفس البرونونساسيون نفس النطق لكن اختلاف اللي المذكر بروفيسور مفهوش حرف الأ، أما هنا بروفيسور فيها حرف الأ للتأنيث زي un avocat، une avocate زودت الأ للمؤنث. un pharmacien، une pharmacienne عملت ايه عشان أأنث؟ ضاعفت الان وحطيت حرف الأ يبقى ان أ. un médecin، une médecin هي نفس الكتاب بس الان والان. التابلو اللي بعد كده الفيرب الافعال، وهنا الافعال الانفيناتيف. الانفيناتيف اللي هو المصدر، الافعال كلها في المصدر زي s'appeler، présenter، se présenter، aller، habiter، demander، travailler، arriver، saluer، parler، faire، être. واخر تابلو معانا النهارده هنا الادجكتيف، adjective اللي هي الصفات، adverb اللي هو الظرف او الحال، preposition حروف الجر، expression تعبيرات. enchanté، chez وهنا الزد ne se prononce pas، a، c'est، oui، non، il y a، dans، qui est، qu'est-ce qu'il fait. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. رجعنا لكم تاني في شرح الوحدة الأولى unité 1 chez la famille فرج عند عائلة فرج للمنهج التجريبي الصف الأول الإعدادي. أول حاجة هنبتديها النهاردة les articles définis أدوات المعرفة. أدوات المعرفة en français بيبقى عندنا 4 أدوات للمعرفة، لو، لا،
الابستروف لي. ادوات المعرفة تاني لو، لا، الابستروف لي. اول اداة من ادوات المعرفة لو. لو دي بيجي وراها مفرد مذكر اوله حرف كونسون مبدوء بحرف ساكن، زي مثلا لوبير الاب، لو فرير الاخ، حتى لو غير عاقل لو ستيلو القلم. يبقى احنا لاحظنا هنا اللي اللو جه بعدها مذكر بس مبدوء بحرف ايه؟ كونسون. تاني اداة من ادوات الديفيني، ادوات المعرفة لا. لا بيجي وراها مفرد مؤنث وبرضه مبدوء بحرف كونسون حرف ساكن، زي لامير الام، يبقى دي كلمة مؤنثة ومبدوءة بحرف ساكن. لا سور الاخت، حتى لو غير عاقل، زي لا تروس المقلمة. فيبقى دي كلها كلمات مؤنثة مبدوءة بحرف كونسون. تالت أداة من أدوات المعرفة الابستروف. الابستروف دي حكايتها ايه؟ دي بيجي وراها مفرد مذكر أو مؤنث، يبقى أي كلمة بس تكون شرط اللي هي مفرد بس مبدوء بحرف متحرك، حرف فويل. طب ايه هم الحروف الفويل اون فرونسي؟ لو الكلمة أولها الأ، الاي، الاو، الاو، الايجريك او القش الميل، قش الصامتة. لو احنا كلمة عندنا مبدوءة بحرف من الحروف الفويل، فبدل اللو وبدل ال ابستروف ما بستخدمش ولا لو ولا لا، ساعتها استخدم ال ابستروف. زي مثلا كلمة ايكول. كلمة ايكول عايزين نقول المدرسة، الكلمة دي مؤنثة بس هنا مبدوءة بحرف متحرك، فبدل الله كده الله غلط، نستخدم ال ابستروف. زي كلمة مثلا امي الصديق، دي كلمة مذكرة المفروض تبقى لو، بس هنا امي اوله حرف ايه؟ حرف من الحروف المتحركة، الحروف المتحركة، فبدل اللو استخدم ال ابستروف. زي كلمة ادرس العنوان، الكلمة دي كلمة مؤنثة فالمفروض تبقى لا، بس انا مش هستخدم لا، انا هستخدم ال ابستروف عشان الكلمة مبدوءة بحرف متحرك. رابع اداة من ادوات المعرفة اللي هي ليه. ليه يا جماعة هنا بيجي وراها جمع، سواء بقى جمع مذكر جمع مؤنث مبدوء بساكن مبدوء بمتحرك، هي اهم حاجة تبقى جمع. فنختار ايه مثلا او نقول ايه مثلا؟ زي لي بارون الوالدين، فيها اس الجمع الوالدين. الجزء الثالث من الفيديو بتاع النهارده هناخد لي ممبر دو لا فامي، افراد العائله، هنقسمهم مذكر لو الكلمه مذكره او مؤنث لو الكلمه او العضو مؤنث، يبقى ماسكولين فيمينا. نبتدي. اول عضو عندنا هنقول لو بير. لو بير يعني الاب. لا مير يعني الام. لو فرير يعني الأخ. لا سور يعني الأخت. لونكل يعني العم أو الخال. التأنيث لا تونت العمة أو الخالة. لو كوزان ابن العم أو العمة أو ابن الخال أو الخالة، يعني من الآخر أي حد قريبنا مفرد مذكر. طب لا كوزين أأنسها ازاي يا مسيو؟ احط حرف الاو وأنست الأداة طبعا، بدل اللو بقت لا، وبدل كوزان كوزين وزودت الاو. بنت الايه؟ العم او العمة، الخال او الخالة. لو جران بير الجد. لا جران، ونركز هنا بقى في الجران، كتبت جران كده ما زودت لهاش او، قلت جران. لا جران مير الجدة. لو جارسون اللي هو الولد. لا في البنت. طب لو قلت لو فيس الابن، نفس النظام، لا في الابنة. لي بارون الآباء. لي جران بارون الأجداد. وممكن نقول لو بيبي الطفل الصغير أو الرضيع. وآخر حاجة عندنا ان انفون، والتأنيث بتاعها اون انفون، نفس الكتابة بس هنا طفل
وطفل. نقرأ مع بعض لي ممبر دو لا فامي، أفراد العائلة. لو بير يعني الأب، لا مير يعني أم، لو فرير أخ، لا سور أخت، لونكل العم أو الخال، لا طونت العم أو الخالة، لو كوزان، لا كوزين، لو جرون بير، لا جرون مير، ولازم نركز في جرون مير بتتكتب كده جرون مير. لو جارسون، لا في، لو فيس، لا في. لي بارون يعني الآباء، طب لي جرون بارون الأجداد. لو بيبي الطفل الرضيع. أنا نفون يعني طفل، اونفون يعني طفل. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة شرحنا لي ممبر دو لا فامي اي لي زارتيكل ديفيني ادوات المعرفة من منهج الصف الاول الاعدادي الوحدة الاولى، اللي هي اسمها ايه الوحدة الاولى؟ شي لا فامي فرج، عند عائلة فرج. في نهاية الفيديو اتمنى منكم الاشتراك والاعجاب بالفيديو. اوروفوار اي بون جورني.